سلام سلام، كراكم ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير يا رب. انتم اهلكم واحبابكم، ويكون دخل عليكم رمضان في اتم الصحه والعافيه. نعم، جيتكم اليوم بوصفه بزاف هايله سامبل. ما فيها لا بيستاش لا جوز لا لوز، يعني حاجه بزاف سامبل وبزاف شابه. صدقوني نتيجه بزاف شابه، خصوصا للناس اللي يحبوا الموديلات تاع غاتو سيك ورايح للسامبل، يعني بلا عجينة السكر، بلا جلوكوز، بلا هذوك الامورات. وكامل الخياتي العزاز اللي يحبوا حاجه بسيطه ما فيهاش تعقيدات، نقولكم هذا الحلوى ليكم. ورجاء قبل ما نبداو في الكيفيه والطريقه، لايك واشتراك من عندكم بيوصل الفيديو لاكبر عدد للناس اللي تحب البساطه الفخامه وحاجه بزاف بنينه. ما بقى لي غير نقولكم مرحبا بكم في قناتكم كيتا كيك، وخلونا نبداو مع الوصفه مباشره. اذا حبيبتي روحي جيبي هذاك اللي انا عزيز عليك، ونبداو كيف نحطوا فيه اولا 220 غرام تاع زبده تكون طريه. الزبده ما تكونش في الفريجيدير، تكون طريه بدرجه حراره المطبخ. ايضا نضيف لها حبه بيض كامله مع صفار بيضه، يعني حبه كامله مع الجوندوف سالمون. وايضا رشه تاع ملح تكون مليحه. معاهم كاس الا ربع تاع سكر كلاص. اللي يحب المقادير بالجرام يخلي لي تعليق، راح نحطها لكم. ايضا المقادير راح نخليهم لكم في التعليق باذن الله، او التعليق المثبت. اذا كما شفتي معايا حطينا الزبده، حبه بيض كامله مع الصفار، رشه ملح، كاس الا ربع سكر كلاص، ونضربوهم مليح مليح بالباتور. يا اما بالباتور يا اما تخدمي بيدك او البيتخا، كل وحده واش كان عندها، ولكن لازم نضربوهم مليح مليح. واشاك فوا شتو كي نكونوا نضربوا ميم بالبيتخا يطلع في هذاك الطاسه الانوكس يطلع الخليط. ايضا تعاودي تهبطي هذاك الخليط به هو فان يدي حقه ويضرب مليح اشك فوا. وكذلك كي نبداو نشوفوا الميلونج هذاك الخليط تاعنا بدا يولي اللون تاعو فاتح، نزيدوا نص فنجان تاع زيت. يعني هنا استعملت 220 غرام تاع زبده، وكملت هذيك 30 غرام كملتها بالزيت، يعني درت نصف فنجان تاع زيت كما شفتي معايا. ونكمل نخلط. وهذه الكميه القليله تاع الزيت هي اللي راح تعطيني هذيك التحميره الشابه والقرمشه في الحواف. يعني ما راحش يجيني داك الكاطو طري، شغل طري قوي، ومن كوني يفوت سمانه ولا سمانتين يولي طري ما عنده حتى بنه. ولكن الزيت تعطيني هذيك القرمشه في الحواف وتخلي بزاف شباب. هذه عن تجربه يعني. المهم يا اختي العزيزه، تحبسي الخلاط حتى يولي عندك خليط لونه فاتح، او يولي شكل كريمه، تحسي كيما كريمه الزبده شويه كي تفوتي هكا بالسباتول يملك كيما الكريمه. هنا تحبسي صاي سي بون، دا كلشي دا حقه. اذا تحبسي وتكملي النواشف تدريجيا. تجي تحطيهم على ضربه، تحطي النواشف تاعك تدريجيا، اللي هما كاس الا ربع تاع مايزينا او نشاء، او ما يعادل 4 ملاعق اكل معمرين. 4 ملاعق اكل معمرين. ونحط معاهم، انا ديما لافاني ما نحطهاش قبل ما نضرب البيض، يعني بعد ما نضرب البيض بتبقى النكهه تاعها. وحطيت ملعقه تاع اكل فانيليا غبره. وكذلك حطيت نصف ملعقه تاع قهوه تاع خميره الحلويات، يعني حطيت غير قيس قرصه، قيس ما تتنفس العجينه، ماشي قيس ما تخمر العجينه، باسكو الصابلي ما نحتاجوش يخمر، نحتاجوه تقعد لا فورم تاعو. اذا نخلطهم مليح مليح ونكمل اللم او نطم العجينه تاعي تدريجيا. درت لي تقريبا 3 كيسان وشويه، يعني لازم تخلوها طريه، ماشي طريه تلصق، يعني كي تكوني تطبعي تجينيك، لا تخلوها طريه كيما راهي في الصوره، طريه ما تلاصقش في اليدين فقط. تقدر تروح معك حتى 4 كيسان، صديبون العجينه اللي صديبون النوع تاع الفرينه. ونغطيها بساشي ونخليها تريح 20 دقيقة دو كوتي، ونبدأ نخدم فيها، نحل فيها، ونبدأ نطبع الشكل اللي راكي حباته.
انا بعد ما كانت ارتاحت العجينه تاعي قسمتها على نص، اديت النص الاول والنص الثاني خليته دائما مغطي في الكيس. النص الاول حليته كما شفتوا معايا، درت رشه خفيفه تاع مايزينا. كي تكونوا تحلوا العجينه ما تحلوهاش بالفارينه، يعني راكم رايحين تزيدوا ديروا لها الفارينه اكثر، حلوها بالمايزينا بالنشاء. حليتها هنايا، والسمك ما يكونش خشين وما يكونش رقيق، يعني السمك تاع الصابلي معترف به متفق عليه. كما شفتوا معايا ديت المول الاول هو تاع لي تارتولات تاع الصابلي تاعنا التقليدي، ولكن نحتاج فقط الدائره، ما نحتاجش الجهه اللي كنا فيها هذاك الثقب الصغير. طبعتهم، وايضا استعملت هذاك المول تاع الكور ديامون يقولوا له هكا لا مانيش غلط. اذا كملت طبعتهم كامل وجدتهم في لي بلات تاوعي. باه شعلت الفور انا هكذا حتى نكمل كامل، باه نشعل الفور، وايضا العجينه تكون ارتاحت في هذيك السنيوه. وطيبتهم حموره. هنا ما لازمش الصابلي تاعنا يطيب بيض بيض بيض، لا لا، لازم يطيب دوري ذهبي كما راك تشوفي معايا في لافوطو. يعني خليتهم حتى ولاو في الجوانب شويه حموره كما كتشوفي معايا، لانه لازم يقعد يقرمش، يقعد يقرمش. وهنا بالنسبه للتزيين تقدري تستعملي هذا المول السيليكون تاع الورده اللي يجوا 3 وردات. وخدمت بالشوكولا، خدمت بالشوكولا، ما خدمتش بالعجينه السكر. وايضا نستعملوا هذا المول اللي يجي شفاف، يتباع قيل 4000 ولا 5000. هذا المول الكبير تطبعيهم كاع ضربه واحده. لا ديفيرونس برك ما بين المول السيليكون وهذا الترونسبارون، هي المول السيليكون يجي بزاف متحوف، ولكن ديري بالحبه، يعني بالحبه 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 راك راح تكبري. والمول هذا ترونسبارون يجو شويه بغيان، شغل يجو يلمعوا، ولكن كامل يعطوك شكل شباب. يعني شتوني استعملتهم للزوج لي دو وطاوني شكل بزاف شباب. وبالنسبه لهذيك لا دورور خلطت اثنين كيفاش يقولوا لهم بريون اليمونتير، خلطت واحد رايح للكلير وواحد شويه فونسي، لانه نعرفوا الشوكولا لونها حامق، لونها داكن، لازم لها شويه حاجه تكون شويه قادره. ما نديروش حاجه كلير، ما نديروش ان بريون كلير. وحكمت البانسو ومسحت فقط الوريقات تاع هذيك الورده، يعني باه نعطيها شكل متحوف، شكل بزاف شباب. مسحت فقط الوريقات كما كتشوفي معايا، وتولي الحبه تاعنا شوكولا في شوكولا، يعني تنتكل الحبه كومبلي. يعني ماهيش عجين السكر، بزاف ناس يرموها قبل ما ياكلوا الحبه تاع الحلوى. وما بين الطبقتين تاع الصابلي، ما بين طبقتين تاع الحلوى كما كتشوفي معايا، عمرتها حشيتها بكريمه البندق. ما بخلتش عليها، هنايا حطيت طبقه معتبره، يعني ماشي غير مسحتها فقط، لا حطيت طبقه معتبره، لصقتهم كامل اثنين اثنين. ونروحوا للمرحله الجايه اللي هي نحتاجوا فيها، يا اما كان هنا عندي كاوكاو محمص، كاوكاو محمص ومرحي رايح في الخشين، او تقدروا تستعملوا كنافه اللي هي كنافه محمصه، راهي تتباع واجده كنافه محمصه فقط، ما تشروش هذيك اللي راه لونها اخضر. ما تقبلتوش كنافه خضراء، ما تقبلتوش كامل. المهم تقدروا تستعملوا يا كاوكاو محمص ومرحي، ولا لوز محمص، انت واش كان عندك. انا كان عندي خدمت هنا بالكاوكاو محمص ومرحي في الخشين، او تغربلوه بالصفايه، او حبيبتي تخدمي بالكنافه محمصه، انت بزاف شابه. انا هذا العيد راح نخدم بالكنافه محمصه. اذا ونحكموا الحبه تاعنا اللي كنا لصقناها، نحكموها بالبانسون، نطلوها هكا نمسحوها فقط، يعني ما رايحين نغطسوها في الكريمه تاع البندق، فقط نمسحوها بالبانسو. شتوني طليه خفيفه باه يلصق هذاك الكاوكاو، باه نغلفها بالكاوكاو او بالكنافه، يعني نفس الشيء. وفي الاعلى راح نلصق هذوك لي موتيف، نحط قطره تاع شوكولا سائله، شوكولا ذايبه نكون ذوبتها، ولصق بها هذوك لي موتيف. وصلت النبي حلوه بزاف شابه هايله بنينه، كو سوسوا بالكاوكاو
او بالكنافه. بالكنافه تجي تقرمش، تجي تحسوا كي تكونوا تاكلوها كتحسوا حاجه تقرمش. وبالكاوكاو نعرفوا الذوق تاعو عادي. اذا يا خياتي العزاز كنت شاركت معكم كل شيء بالتفصيل الممل، يعني ما تنساونيش باللايك والاشتراك. وايضا هنايا نبغي نخدم كل شيء على ضربه، يعني نبغي كي نكمل حلوه ما تقعدش تقار عليه نحطها في الكيسات ولا تقعد تقار عليه نلصق هذاك الموتيف. نو، نبغي نخدم كلش على ضربه. سي بون، نحطها في لابواط وجي تيرميني. هنايا حكمت حطيتها في الكيسات على حساب هذاك الموتيف، سي اكسبري. ولصقت هذاك الموتيف كما شفتوني بالشوكولا. وصلاة النبي وحلوتنا جات هايله. دوك نقسم معكم حبه شوفوها. تجي قلت لكم تقرمش في الطراف، خلوها تطيب حميمره الله الله. وهذه هي كانت النتيجه تاعنا نهار اليوم، حلوه بسيطه جميله. يعني تقدروا تستغناو على الكاوكاو، تروحي تشري باكيته كنافه محمصه، لازم تشروها محمصه افضل من تحمصوها في الدار. تشرو باكيته كنافه محمصه وتخدموها فقط ب 20 ميل. ودوك ما بقى ليا غير نقول لكم اذا عجبتكم لاغوسات الكيفيه والطريقه ما تنسيش تبارطاجي لا فيديو لاختك صاحبتك حبيبتك وكامل خياتك العزاز. واكيد راح نستناكم تخلوا لي تعليق برايكم الحلوتنا نهار اليوم اذا عجبتكم، واذا عندكم اقتراحات لانواع اخرى. دوك ما بقى ليا غير نقول لكم ربي يتقبل منا اجمعين الصيام والقيام، صحه فطوركم، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامه.